حلقة اليوم عن أفضل دعاء عن الرزق، والذي إذا قلته بارك الله لك في رزقك. وقد جمعت لك اليوم أفضل وأجمل الأدعية التي يمكن أن تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب، وأنا متأكد بأنك ستشعر بتغير في رزقك للأفضل إذا قلت هذه الأدعية. هناك دعاء ثالث، هذا الدعاء إن شاء الله إذا قلته فإن الله سيأتي بالرزق إليك حتى ولو لم يكن عندك شيء. نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاما، يعني يريد أن يعطوه طعام، فلم يجد عند واحدة منهن، فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. سبحانه. فأهديت له شاة مصلية صلوات ربي وسلامه عليه، شاة مصلية يعني شاة مشوية، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة.